وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحر يا جماعة مفيش أحلى من الآيس كريم. تابعوا معايا لآخر الفيديو. نسمي الله ونصلي على رسول الله، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ نعمل مع بعض آيس كريم للعيد أو للحر زي ما تحبوا. بمكونين اتنين هنعمل أكتر من 6 نكهات للآيس كريم. آيس كريم حلو جدا معمول في البيت وطعمه أحلى من بتاع بره، وكلها حاجات طبيعية وموجودة جوه البيت. هنحط هنا كوبايتين من اللبن، أنا استعملت كوباية 250 ملي، وهنحط عليهم نص كوباية من السكر، وهنبدأ نقلبهم على النار لحد لما نوصل للحليب المحلى المكثف. للي مش موجود او متوافر عنده، هو اللي بيدي الايس كريم طعم حلو جدا. هسيبهم على نار هادية خالص، هوطي عليهم النار دلوقتي وهبدأ اقلبهم كل فترة والتانية. اهم حاجة ان اللبن ما يلزقش في قعر الحلة يا جماعة، او الحاجة اللي انتوا حاطين فيها اللبن، لان الشياط بتاع اللبن ده بيبقى ليه طعم مش حلو. فعشان كده هنبدأ كل فترة نقلب بالمعلقة. ممكن تعملي الموضوع ده وانتي واقفة بتطبخي على البوتاجاز او بتجهزي الفطار. بصوا بقى، هيتقل معانا في الاخر وهيبقى بالشكل ده. طبعا انا كنت كل شوية بقلب، فعشان كده الطروف بتاعة الحلة جه عليها لبن. بقلب باستمرار لحد لما هتلاقوا الحليب لونه اتغير او ابتدى يتقل معانا بالشكل ده. وكده احنا بقى معانا حليب محلى مكثف، هنسيبه لحد لما يبرد خالص، وده اول مكون معانا. هنا بقى المكون معايا 2 كيس من اللي هو الكريم شانتيه بتاع دريم. لو مش موجود عندكم، هو منكه بالفانيليا يعني بيبقى حلو، ممكن تستعملوا كوباية من الكريم شانتيه الخام. هناخد هنا معانا كوباية مية ساقعة متلجة، بيبقى فيها قطع تلج يا جماعة عشان تطلع معانا الكريمة مظبوطة وحلوة. هضربهم على أعلى سرعة بالمضرب الكهربائي لحد لما يبقى عندنا قوام الكريمة. زي ما قلت لكم، اللي هيستعمل كريم شانتيه خام هيستعمل كوباية من الكريم شانتيه الخام وعليها كوباية مية ساقعة متلجة، وهنضربهم كويس جدا مع بعض. او ممكن تستعملوا كريمة اللباني، عندكم ال3 اختيارات. هضربهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده الحليب المحلى المكثف اللي احنا عملناه كان برد، انا حطيته لحد لما برد خالص في التلاجة. وجي معايا حوالي كوباية 200 ملي، ده اللي انا كنت محتاجاه عشان اعمل بيه الايس كريم. خلاص كده انا ضربت الكريمه بتاعتي، هنزل عليها بكوبايه 200 ملي من الحليب المحلى المكثف. دي الكميه اللي انا عملتها كلها. الطريقه دي يا جماعه هي دي اللي بتديكوا المطه بتاعه الايس كريم، وبتديكوا الطعم الاقرب للايس كريم اللي احنا بنشتريه من بره، ويمكن احلى كمان. ان شاء الله المره الجايه هعمل لكم فيديو ازاي تعملوا ايس كريم من غير الخطوه دي خالص، للي مش حابب يعملها يعني وشايف فيها وقت. هشوف لكم بديل تاني ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. في المرحلة دي هبدأ اضربهم كويس قوي بالمضرب عشان يختلطوا كويس خالص مع بعض بالشكل ده، لحد لما بيبقى معانا قوام الايس كريم. هي دي الخطوة الأساسية. طبعا البودرة بتاعة الايس كريم كانت منكهة بفانيليا، اللي هيستعمل الكريم شانتيه الخام هيحط فانيليا سايلة عشان نعمل ايس كريم فانيليا، وده اول نوع ايس كريم هنعمله في الاول. بعد كده هبدأ اضيف لكم نكهات وافكار للي حابب يعمل ايس كريم بنكهات مختلفة، بس هو ده الاساسي اللي هو بالفانيليا. كده خلاص خلص معانا. اول طبعا نكهة معانا ايس كريم المانجو، يعني من احلى الايس كريمات اللي بنحب ناكلها جدا وطعمها حلو قوي. طبعا دي مانجا بيور ما فيهاش اي مية خالص، بتبقى متلجة. تضربوها بالهاند بلندر او في الخلاط، بس ما بنضيفلهاش اي حاجة تاني. وهقلبها في كمية صغيرة من الايس كريم اللي احنا عملناه بالشكل ده. طبعا كل ايس كريم ده بيتحط في علب وبيتقفل، بيتحط في الفريزر يا جماعة من بالليل لحد الصبح او لتاني يوم بالليل يفضل، يعني بيبقى نتيجته حلوة قوي خصوصا في الحر. يعني بنسيبه فترة طويلة في الفريزر اكتر من ليلة عشان يديكوا نفس النتيجة. طبعا لو انتوا عاوزين اللون بيبقى اصفر قوي، فهتضطروا تضيفوا الوان طعام، عشان اللون الطبيعي البيور ما بيبقاش زي لون الطعام، بيبقى اللون مركز قوي. ففي المرحلة دي اللي حابب يضيف لون طعام هيضيف لون اورنج عشان يديه نفس اللون اللي احنا بنشتريه من بره. وده كان تاني نوع معانا. تاني نوع معانا الفراولة، برضو بتتضرب في الخلاط او الهاند بلندر بالشكل ده. وزي ما قلتلكوا الالوان ما بتبقاش نفس اللون، ان احنا بنبقى محتاجين نحط لون طعام. اللي مش حابب يحط اي الوان طعام هيكتفي باللون ده. ده بقى ايس كريم طبيعي بيور ما فيهوش اي حاجه. برضو هنقلبهم كويس مع بعض، وده هيبقى تاني نوع معانا ايس كريم بالفراوله بنكهه الفراوله.
ممكن تستعملوا شمام الكنتالوب، يعني بيدي برضو طعم حلو جدا ونتيجة حلوة جدا. دي كده الحاجات الطبيعية اللي هتبقى موجودة معانا، وهنقلبهم برضو بالشكل ده. او ممكن التوت بيدي برضو فيه طعم حلو، يعني للي بيحب ياكل النكهات المختلفة. بالطريقة دي انا برضو حطيته في علبة بلاستيك وهقفل عليه وهحطه برضو في الفريزر. زي ما قلت لكم لازم يقعد فترة كفاية عشان يتلج وعشان يديكوا نفس طعم الايس كريم. هتلاقوا ايس كريم كريمي جدا وطعمه حلو. كده خلصنا النكهات الطبيعية، ندخل بقى على الاضافات التانية. هنا بقى هنعمل ايس كريم بنكهة الشوكولاتة الفرماسية اللي بتبقى صغيرة كده. طبعا هتضيفوا الكمية اللي انتوا حابينها، وهنقلبهم بقى في كوبايات صغيرة كده تدخل الفريزر. بتبقى حلوة قوي وطعمها حلو كمان ولذيذة كده وسهلة، كل واحد بياخد علبة وبياكلها، فمن احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها. هنا بقى ممكن نستعمل كاكاو باودر او ممكن شوكولاتة او ممكن بسكوت اوريو او نسكافيه. معاكوا الاختيارات دي كلها وتعملوا بيه النكهة اللي انتوا بتحبوها. الشوكولاتة بتبقى حلوة جدا للي بيحبها، زي ما قلت لكم ممكن شوكولاتة او النسكافيه او بسكوت الاوريو. انا كنت عملت لكم فيديو قبل كده الايس كريم برضو بنكهات مختلفة، هسيبه لكم في صندوق الوصف السهم اللي تحت الفيديو، وهسيب لكم كمان المقادير للي حابب يشوفها. هنا بقى ده بودرة الفروتي بتاعت التوت، بس انا حسيت ان لونها حلو وطعمها كمان حلو، فهبتدي استعملها. اللي حابب يضيف الوان صناعيه وما عندوش الوان جل او كده ممكن يضيف البودره بتاعه الفروتي، بس يقلبها كويس جدا لحد لما تدوب. هتديكوا الوان ونكهات مختلفه وشكلها حلو قوي. ممكن تزودوا زي ما انتوا عاوزين لحد لما توصلوا للون اللي انتوا عاوزينه. ودي فكره تانية. جربوها وهتلاقوا طعمها برضو حلو. هنشوف بقى اخر فكره معانا. هنا بقى هنعمل طبقات، 4 طبقات، واحده فراوله وواحده فانيليا، واحدة فراولة واحدة فانيليا. بس يفضل في المرحلة دي انك تحطوا لون احمر طعام، وهنقعد نقلب كده بالمعلقة بالشكل ده عشان يديكوا اللون اللي هو المموج. وهنا بقى بعد ما كان خلاص جمد في الفريزر، طعمه بجد تحفة تحفة، حلو قوي قوي، احلى كمان من اللي بتشتروه من بره. جربوه بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم جدا. جايب اللي نورتوني، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناة روشا ابراهيم شيف الواحة.